ازيكم يا اغلى اخوات؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. النهارده هنعمل بقى فراخ محشيه وكل الاسرار والتكات اللي هي ما تخليش الفراخ تفرقع معاكي وتبقى محشيه وتبقى بالشكل الجميل ده. وكمان في حاجه حصلت في الفيديو كده هقول لكم عليها في وسط الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي احلى لايك من ايديكم الجميله دي، ونسمي بالله ونبدأ. اول حاجه كده معايا فرختين غسلتهم بالليمون، طبعا نقعتهم في ليمون ومعلقه نسكافيه، والمعلقه النسكافيه دي ضروري جدا، بتضيع الزفاره بقى من غير خل ولا دقيق ولا الكلام ده كله. يا دوبك بستكفى بالليمون والنسكافيه وبنقعهم نص ساعه وبسيبهم. هنا معايا كيس فريك الضحى، انا هعمل فرختين فهاخد الكيس كله. بعد كده جبت ميه بتغلي خالص وسبت الفريك حوالي 10 دقايق، لا سبت ربع ساعه بالظبط، 15 دقيقه. وبعد 15 دقيقه سبته صفى كده اهوت، وصفيته كويس قوي وغسلته. وهنا كنت هعمل ملوخيه وكنت نقعاها في حبه ميه وخل نص ساعه، وبعد كده بغسلها كويس قوي بسيبها تنشف وبعد كده بخرطها. بعد كده سبت الفريك يتصفى خالص، يصفى من الميه، وبعد كده جبت معلقه سمنه كبيره كده بلدي او اي نوع سمنه انت حباه. بعد كده نزلت بالقوانص بتاعت الفراخ وقعدت اقلب فيها كده لحد ما تبتدي بقى ايه، احس ان هي قربت تستوي شويه، لان طبعا القوانص بتاخد وقت شويه. بعد كده نزلت بالكبد بتاعت الفراخ برضو وقعدت اقلب فيها شويه كده اهوت. وبعد كده حطيت فلفل اسود وحطيت حبه ملح بس ما اتصورتش. وبعد كده الكبد والقوانص اتحمرت معايا، اصفيها كده واسيب السمنه زي ما هي كده. وبعد كده حطيت حبه زيت، وبعد كده هنزل بقى بالفريك بالشكل دوت، وابتدي بقى اقلب الفريك كويس قوي كده واحمره كويس قوي لحد ما الفريك يتفلفل معايا. الفيديو دوت انا عايزه اقول لكم ان هو اتقسم معايا نصين للاسف، فانا يعني حبيت اجمع لكم، بس انا فكره الفيديو ان انا ازاي اوريكم الفراخ المحشيه والتتبيله بتاعتها والكلام ده بالفريك. حطيت فلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر ومعلقه كبيره يعني من كل نوع. وبعد كده حطيت الكبد والقوانص في الفريك بالشكل ده، وكده بقت عندي الفريك بقى مفلفل وتمام كده. اسيبه بقى يبرد شويه، واهم حاجه الفريك يكون بارد عشان الفريك ما يبقاش سخن واحنا بنحشي الفراخ. دي اول تكايه في الفراخ المحشيه. كده الفريك معايا كده بارد خالص، ما بقاش بيطلع بخار خالص. جبت حبه ملح وفلفل اسود واحيق بيهم الفرخه من جوه كده من تحت الجلد كده اهوت وبين الاوراق، واتبلها كويس قوي وهتبقى متحيقه معايا. بعد كده هجيب بقى الفريك. طبعا الفريك زي ما قلنا لازم يكون بارد، ده من اول يعني من سر اسرار الفراخ ان هي ما تفرقعش مننا، لازم الفريك يكون بارد جدا واحنا بنحشي الفراخ. بعد كده احط بقى الفريك كده جوه الجلد كده اهوت من تحت الجلد، يعني افرده كويس قوي كده اهوت. واهم حاجه ما جبس الفرخه قوي، يعني لازم اخلي الفرخه تكون هاويه عشان احنا طبعا الفريك هي يعني هيزيد شويه حجمه شويه. وبعد كده طبعا كتفتها بالشكل دوت وبقفلها بالخله زي ما انتم شايفين كده عشان الفريك ما يطلعش منها، واتاكد ان هي اتقفلت كويس. واهم حاجه يكون الفراخ تكون فيها براح كده، ما تكونش يعني ايه متكبسه قوي، ما كبسهاش على الاخر. هو يعني الكيس الفريك الضحى بياخد فرختين، يعني بحشي بيهم الفرختين بيبقوا مظبوطين جدا عليهم. هبتدي بقى برضو اقفل الفرخه التانية بالشكل دوت برضو. وطبعا انا غسله الفراخ زي ما انتم شفتوها كده غسله حلوه، وهقفلها بقى زي بالشكل دوت زي ما انتم شايفين اتقفلت معايا. هنا كانت الفراخ عندي بلدي، جبت معلقه سمنه بلدي، وبعد كده حطيت بصلايه خرطتها بالشكل ده، وبعد كده توم كنت دقاه بالكمون والفلفل الاسود بالشكل ده، وقعدت ايه اقلب فيهم شويه. اول ما ريحه التوم تبتدي تطلع معايا هبتدي بقى ايه انزل الفراخ. وطبعا ما نزلش فراخ غير لما ريحه الثوم تطلع خالص كده تظهر. بعد كده نزلت بقى الفراخ بالشكل ده، حطيت ملح، وبعد كده حطيت فلفل اسود ومعلقه صلصه، وحطيت كمان ورق لورا اللي هو ورق الغار وحبهان بس ما تصورش. وبعد كده نزلت بالميه السخنه، واهم حاجه لازم الميه تكون سخنه جدا. هنا بقى كنت هعمل بقى شوربه خضار. كان معايا بطاطسايه صغيره و2 كوسه كده هقطعهم مكعبات، وهحط عليهم بسله وجزر.
بس اللي حصل هنا بقى في الموقف اللي حصل معايا ان الانبوبه خلصت، وللاسف كانت اخر انبوبه موجوده عندي وما كانش فيه ايه طبعا بديل انبوبه تاني وكده. فاضطريت بقى ان انا يعني اوقف بقى التصوير، فعقبال ما الانبوبه جات لي التانية كان الوقت اتاخر جدا فما لحقتش اكمل بقى تصوير. فوقفت التصوير على كده وقدمت الفراخ طبعا بعد ما ركبت الانبوبه بفتره طويله بقى وكده، شوربه الخضار وملوخيه والفراخ المحشيه البلدي. بعد كده برضو حشيت بعدها باسبوع كده او 10 ايام عملت فراخ برضو بنفس الطريقه، الفراخ اللي انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم في الفرن دي. وبعد كده كنت عامله معاها قلقاس، بس انا ما رضيتش اصور القلقاس لان كان القلقاس يعني متصور قبل كده، صورته معاكم قبل كده. وعملت شوربه بلسان العصفور وقدمته بالشكل الجميل ده. ويا رب تكون الفيديو عجبكم. الفكره هنا في الفيديو في فكره الفراخ المحشيه طريقه الفراخ المحشيه ازاي يعني ما تفرقعش منك بالشكل ده، لان انا بسويها 3/4 سوا في الشوربه وبعد كده بطلعها تكمل سواها في الفرن خالص. لكن ما بسيبهاش لما تستوي نهائي، لان لو سبت الفراخ تستوي للاخر بتفرقع منك في الشوربه. فاحنا بنسويها نص سوا او 3/4 سوا في الشوربه، وبعد كده بنحطها في الفرن تكمل سواها بتطلع معانا بالشكل الجميل ده. وبكده دي كده تبقى كل اسرار الفراخ المحشيه اللي محدش هيقولك عليها، ان احنا لازم نسويها نص سوا بس ونكمل سواها في الفرن، ما تتفتحش معانا ولا تفرقع معانا. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم النهارده، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي.